سؤال التطرف في الإسلام السياسي أيضا مثل ما ذكرنا كان من الأسئلة أو من الشواغل اللي اشتغلت عليها وتطرقت لهذه المفاهيم في أكثر من بحث. إذا بدنا نسأل عن المنابع أو الرحم الذي ولدت منه هذه التيارات المتطرفة وكيف تغذى ومن غزاها أيضا ليصبح في هذا الحضور يعني الكبير في عالمنا العربي، وببعض أشكاله أيضا استغل فكرة الديمقراطية كسلم للوصول إلى السلطة ووصل في أكثر من بلد عربي. كيف تقرأ هذه الظاهرة؟ ما هي الأسباب الذي جعلته في هذا المطرح القوي إذا صح التعبير؟ هو لمقاربة موضوع الإسلام السياسي والوقوف عند أسباب ظهوره وبروزه وإلى حد ما قوته، هي أسباب عديدة، أسباب تاريخية. لا يمكن أن ندرس الإسلام السياسي اليوم بدون أن نعود إلى تطوره التاريخي. أسباب تراثية أيضا يجب أن ننظر إلى المستندات الرمزية والثقافية التي يعتمد عليها ويوظفها ضمن مرجعيات النظرية خطابه التعبوي والاستقطابي إلى آخره. وهناك أيضا أسباب سياسية تعود إلى طبيعة الأنظمة التي ساهمت بطرق أو بأخرى في إنعاش والدعم وتطوير وتشجيع هذه النزعات الإسلامية داخل المجتمعات وداخل المؤسسات. وهناك لا شك اعتبارات جيوسياسية يجب لنا ننسى بأنه ابتداء من الستينات لمقاومة ومناهضة ومحاصرة المد القومي العربي تم تشجيع الإسلام السياسي من خلال الدفع بالإخوان المسلمين لكي يشوشوا على هذا المد، على أثر الهزيمة، على أثر هزيمة 67 وقبل 67 نعم. إذن هناك أسباب متراكبة متضافرة ساهمت بالإضافة إلى العوامل التي أشرنا إليها. هو إحساس الإنسان بأنه لا ينتمي إلى ذاته وإلى العالم الذي يعيش فيه. هذا الإحساس بالغبن وبالظلم وبالإهانة وبالاستبعاد إلى آخره يجعله يبحث عن حضور، يجعله يبحث عن أفق. هذا الأفق هناك بعض الخطابات الأسطورية والخطابات ذات الطبيعة الدينية تعرضه. هذا عرض خطابي وعرض سياسي على ناس، فئات محرومة أو على الأقل تحس بالحرمان، تجد نفسها متفاعلة مع هذا تماما. هل ذلك هو الاختيار الصحيح أم لا؟ هذا نقاش آخر. لا يمكن على الإطلاق أنا في ظني أن تكون هناك نهضة أو تقدم أو انتماء إلى هذا الزمان، أي زمن العالم، بحشر واستثمار العامل الديني والعامل القدسي في العمل السياسي. لأن كلما استثمرنا العمل الديني والعمل الرمزي والمقدس في السياسة ينتج عن ذلك تراجيديات ومآسي، وأمامنا كثير من التجارب يمكن أن نقول ونعيشها الآن ونحن بصدد العيش فيها الآن. البعد الآخر من السؤال: كيف يمكن أن نعتبر بأن الديمقراطية أيضا أصبحت وسيلة عند الإسلام السياسي لكي يتموقع ولكي يعبئ كل قواه ويفرض ذاته على المؤسسات وعلى الدول؟ هذه لعبة الديمقراطية. نعم. هتلر صعد أيضا بالديمقراطية. بدون شك للتيارات الأصولية منابع وفيرة وترسانة مستندات تراثية إيديولوجية محصنة تستمد شرعيتها من بعدها الديني. ولعل صعود التيارات القومية واليسارية في خمسينات القرن الماضي وهزيمة 67 كما هو معروف شكلت مبررات وأسباب مضافة لتمكنها من التوغل في المجتمعات وبين الأفراد الباحثين عن معنى لحياتهم وعن دور لحضورهم. ثم أن الهزائم المتتالية أمام العدو الواحد صدرتهم بديلا، وهكذا هم قدموا أنفسهم كما فعل العسكريون في السابق الذين صادروا الدولة الوطنية في نشأتها والذين بنوا نظامهم الأمني بحجة هذا العدو الواحد أيضا
الذي برر لهم شتى صنوف القمع والاضطهاد لنصف قرن من الزمان. ترى هل فكرة العدو هي دائما حاجة أم هي وسيلة تيسر أمر الطغاة على أنواعهم؟ ثم من هو العدو؟ وهل نحن أيضا أعداء لأنفسنا؟ هذا معطى من الصعب جدا أن استبعاده. نعم. أما من هو العدو بالنسبة إلينا؟ كل حسب موقعه وحسب مصالحه. اليوم أصبحت المصالح المرتبطة إلى حد ما بواقع الضعف والهوان الذي أصبحت عليه العديد من البلدان العربية والدول العربية. من يمكن أن أعتبره أنا عدوي عربي آخر في دولة أخرى لا يعتبره كذلك، وإنما قد يلتجئ إليه كوسيلة لضمان استمراره في السلطة وفي الحكم. وبالتالي فلا يمكن أن نتحدث عن الأعداء بإطلاق. الآن درجة العداوة تغيرت. نعم. منذ 10 سنوات الأخيرة ومنذ الثورة الإيرانية وظهور الظاهرة الأردوغانية، نعم. الآن منسوب العداوة وحجم العداوة بدأ يتغير حسب كما قلت لك موقع كل بلد عربي في هذا الترتيب الجيوستراتيجي الذي يتهيأ لهذه المنطقة. أنا على الأقل هكذا أنظر إلى الأمر. وبالتالي قد يقول لك أحدهم أنا بالنسبة إلي العدو الرئيسي والمركزي هو الصهيونية والوجود الإسرائيلي في الجسم العربي، وقد نتفق معه بدرجات مختلفة أو قد نتفق معه بإطلاق. قد يأتي شخص آخر يقول لك ما تقوم به إيران في الجسم العربي أخطر بكثير مما قامت به إسرائيل باسم إسلام سياسي شيعي ربما أكثر خطورة على الكيان العربي وعلى العروبة. وما يقوم به أردوغان وسياسة تركيا في ال10 سنين الأخيرة أيضا بالرغم من طابعه الناعم باسم الاقتصاد وباسم إيديولوجية الإخوان المسلمين والحداثة المظهرية إلى آخره، بصدد اختراق الجسم العربي بطرق مختلفة من أجل استنبات فكر الإسلام السياسي.